النهارده زي ما قلت لكم لقاء ممتع جدا ومهم جدا مع واحد من الاسماء البارزه المتميزه للغايه في عالم تصحيح الابصار. النهارده ضيفي العزيز دكتور كريم السواح، اخصائي طب وجراحات العيون بمعهد بحوث امراض العيون. شخصيه هاديه لذيذه، كمان ارتحت معاه بجد، كنت مسلمه نفسي وانا مش قلقانه خالص. انا اتعاملت مع دكاتره كتير بس فعلا والله انا اول مره اشوف حد يعني مش انا عاجزه عن الشكر وعاجزه اني اوصف حضرتك. ربنا يبارك لحضرتك ويبارك في اخلاقك وكرمك. الاسم المتميز للغايه. اهلا بيك دكتور كريم، منور الناس الحلوه. اهلا وسهلا بحضرتك. هو انت ليه خايف من عمليه تصحيح الابصار؟ انواع العمليات دي ونسب نجاحها. عمليات تصحيح الابصار دي تعتبر من اعلى العمليات امانا بالنسبه للالكتيف سيرجرز. انا من الخوف عايزه اخلص، دخل دكتور كريم فقال لي ما تخافيش الدنيا هتبقى كويسه مش هتحسي باي حاجه. فعلا اجريت العمليه في الوقت اللي هو كان محدده لي ان هو ما يجي من ربع ساعه ل 20 دقيقه، ففعلا استغرقت وقت العمليه نفس الوقت ده وما حسيتش باي حاجه. كنت مبسوطه جدا ان الدنيا بقت اوكي. لولا تصحيح الابصار كنتوا هتشوفوا نسبه كبيره جدا من الناس ما زالوا يرتدوا نظارات سميكه للغايه. يعني كنت فاقده الامل ان يحصل عمليه في عيني اصلا، وحتى وانا بعمل العمليه كنت خايفه مش عارفه حتى يعني ما كنتش متوقعه اني هشوف بالطريقه دي. لا الحمد لله تمام وشكل عيني اتغير. بجد انا مبسوطه لان هو خلاني في ثقه في نفسي، ما خفتش، طمني. فدي كانت طبعا انا بشكره عليها لان هو بجد حد كفايه ان هو يمتص خوف المريض، فدي حاجه كانت كويسه جدا. مع التقنيات الحديثه والتكنولوجيا في تصحيح الابصار يقدر المريض ان هو يروح على طول بعد اجراء العمليه ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا بعد ساعات قليله، وفي اقصى تقدير اليوم التالي للجراحه، ويقدر يشوف الرؤيه اللي كان بيشوفها بالنظاره ولكن من غير نظاره. الحمد لله انا بشوف احسن من الاول، حتى القرنيه دي احسن بكتير من القرنيه اللي انا عملتها الاول برغم ظروف عيني. يعني كانت ظروف عيني صعبه ما كنتش بشوف منها خالص. فحسيت اني لما دكتور كريم قال لي الحمد لله على السلامه اثناء ما انا كنت لسه ما قمتش من على السرير، كنت مبسوطه جدا. فلما جيت تاني يوم وشلت الغطا من على عيني لقيت الرؤيه كانت حلوه. بجد انا مبسوطه لان هو خلاني في ثقه في نفسي. وبما ان عينك غاليه عليك فما تترددش لحظه ان انت تختار احدث التقنيات لعلاج العين.